من مدينة الرقة من عشيرة البدو. بهذه المرحلة أول شيء حاب أوجه كلمة للشعب أنه الاحتلال التركي الفاشية التركية يمشي دائما الحرب الخاصة. بهاي المرحلة نحن بمرحلة تعزيز الأمن. تعزيز الأمن أساسا الأتراك يستفيدوا منها، النظام السوري يستفيد منها، الدواعش. هذه مرحلة راح تطلع فيها الدواعش، مرحلة راح تكون خطرة على مرحلة ليست كباقي المراحل. بهاي المرحلة لازم نوقف عرب وأكراد بخندق واحد، لازم ما بيكون في تفرقة. مثلا هسه على الحرب الخاصة اللي عم بتصير، الأتراك من جنب بيقولوا أنه هذه حرب تركية، حرب كردية عربية. أساسا مو هاي المقصد. نحن والأكراد صرنا بخندق واحد. خلينا نرجع شوية بالتاريخ بنشوف كيف حررنا المناطق هذه من الدواعش. أساسا بهاي المرحلة، هذه مرحلة الأتراك بالأعمالهم السابقة بهجماتهم الدائمة على شمال وشرق سوريا، أساسا لما يطلع الكشف ما عم يعرف هذا كردي ولا هذا عربي، عم يضرب. ولهيك لازم نتكاتف، لازم نقف إيد واحدة، نتعامل مع بعضنا كأخوة، نتعامل مع بعضنا على أساس حماية المنطقة، على أساس حماية الشعب، على أساس الحفاظ على مكتسبات الثورة. ما نخليها تروح لداعش، ما نخليها تروح للنظام السوري. ظلت 10 سنين المنطقة تحت ظلم الدواعش. ليش النظام السوري ما اجى حررها؟ اليوم مرحلة تعزيز الأمن مرحلة حساسة. نناشد الأهالي، نناشد العشائر، شيوخ العشائر، وجهاء العشائر، أبناء العشائر، أنه يوقفوا مع قسد بخندق واحد، يوقفوا مع قسد لحماية بلدهم، يوقفوا مع قسد لحماية أرضهم وعرضهم. بهذا الأساس نحن نكون إيد واحدة، بهذا الأساس نحن نطبق فلسفة القائد أبو، الأمة الديمقراطية اللي هي ما فيها تفرقة بين عربي وبين كردي. بالنهاية أحيي مقاومة قسد، أحيي مقاومة المرأة الحرة، أحيي مقاومة الرفاق اللي واقفين على الجبهات، اللي يحمون رفاقنا الأعين الساهرة اللي عم يحمون المناطق من الإرهاب. بالنهاية أتمنى لكم التوفيق بالنصر.